تزوجت نادية الجندية من الفنان القدير عماد حمدي، حيث أنجبت ابنها الوحيد هشام. ورغم الفارق الكبير في العمر بينهما، إلا أن زواجهما شهد قصة حب استثنائية تجسد فيها الالتقاء بين جيلين مختلفين ليكونوا معا مثالا للتواصل العاطفي. خلال الستينيات والسبعينات كانت نادية الجندي تسير بخطوات واثقة في عالم الفن، حيث شاركت في أعمال فنية متنوعة، بعض منها كان ينتمي للسينما اللبنانية. هذه التجارب لم تضف فقط إلى رصيدها الفني، بل أيضا ساهمت في تشكيل هويتها كفنانة متعددة الجوانب تعكس ثقافات متباينة. وفي خضم هذه الرحلة نالت نادية الجندي شهرة واسعة، لقبت بلقب نجمة الجماهير، وأثرت في العديد من الأعمال السينمائية المميزة التي حققت نجاحا كبيرا. هذه الأعمال لم تكن مجرد أفلام، بل كانت قواما يحمل طابعا خاصا يجعلها تترك بصمة واضحة في تاريخ السينما. ومما زاد من جاذبية نادية الجندي أنها لم تكتفي بالتمثيل فقط، بل طورت مهاراتها في إنتاج الأفلام وتصميم الملابس الخاصة بها. هذه الخطوات أظهرت موهبتها المتعددة في صناعة السينما، حيث برزت كفنانة شاملة قادرة على إضفاء رؤيتها الخاصة على كل عمل تنجزه. بعد النجاح الكبير الذي حققته في عالم السينما، أصبحت نادية الجندي تعرف أكثر بلقب نجمة الجماهير. هذا اللقب أصبح بمثابة جواز سفر لمزيد من الاهتمام من الشركات الفنية وجذب مصلحة المنتجين الذين أرادوا العمل معها، معتبرين أن وجودها في أي عمل هو بمثابة ضمان للنجاح. خلال الثمانينات قدمت نادية الجندي مجموعة من الأعمال المهمة التي لم تثمر فقط عن نجاحات تجارية، بل حصلت على جوائز عدة. هذه الجوائز كانت بمثابة تكريم لموهبتها ومكانتها في السينما المصرية، مما زاد من إشعاع اسمها في عالم الفن وجعلها واحدة من أبرز الرموز في تاريخ السينما العربية. فازت نادية الجندي بلقب ملكة جمال الإسكندرية في سن مبكرة، وهو اللقب الذي فتح أمامها أبواب عالم الفن. كان لهذا التتويج تأثير كبير على مسيرتها، حيث زاد من شعبيتها وجذب انتباه المنتجين الذين كانوا يبحثون عن وجه جديد ومشرق في هذا المجال. نشأت نادية الجندي في عائلة بسيطة، وهذا الواقع دفعها للاجتهاد وبذل المزيد من الجهد لتطوير موهبتها الفريدة. أطلت على جمهورها من خلال خشبة المسرح في مدرسة الليسي، حيث كانت تلك هي الخطوة الأولى في رحلة الفن التي أرادت أن تخوضها بشغف وإصرار. لم يكن جمال نادية الجندي وحده ما جذب الأنظار إليها، بل كانت موهبتها الفذة أيضا هي ما جعلها محط اهتمام المنتجين. هذا المزيج من الجمال والموهبة ساهم بقوة في انطلاقتها نحو عالم الشهرة والنجاح، حيث تهيأت أمامها فرص متعددة لتحقيق أحلامها. في عقد الستينيات برزت نجمات بارزات مثل سعاد حسني ومريم فخر الدين، لكن نادية الجندي لم تكن من بينهن في تلك الفترة. لقد عانت من بعض التحديات في بداية مسيرتها، لكنها ظلت متمسكة بطموحاتها وسعت جاهدة لإثبات وجودها في الساحة الفنية. تمتعت نادية الجندي بحس تصميمي مميز، حيث عملت كمصممة أزياء لفيلمها الأول بامبا كاشر. ساهمت موهبتها في تصميم الأزياء في نجاح الفيلم الذي حقق شهرة واسعة، مما رفع من مكانتها في الوسط الفني وجعلها أكثر بروزا. حقق فيلم بامبا كاشر نجاحا هائلا، واستمر عرضه في دور السينما لمدة سنة كاملة، مما أكسب نادية لقب نجمة الجماهير في السينما المصرية. لقد أصبحت هذا اللقب رمزا لنجاحها، وأثبتت أنها قادرة على تحقيق ما لم يكن متوقعا. نالت نادية الجندي العديد من الجوائز، كجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية، مما يعكس موهبتها الكبيرة وقدرتها على التألق في مجال التمثيل. كانت هذه الجوائز بمثابة تكريم لجهودها وإبداعها في عالم الفن. علاقتها مع الفنان عماد حمدي كانت مميزة للغاية على الرغم من الفارق في العمر بينهما. تزوجا وأنجبا طفلا، واستمرت علاقتهما لمدة 13 عاما، حيث كانت تلك السنوات مليئة بالحب والمشاركة في عالم الفن. لكن الطلاق بين نادية وعماد حدث بسبب ضغوط مالية هائلة، حيث أدت أعباء إنتاج فيلم إلى إفلاسهما، مما أثر بشكل كبير على العلاقة بينهما. كانت تلك اللحظة نقطة تحول في حياتهما، حيث نشأت الخلافات نتيجة للضغوط. تجربتها في الزواج الثاني كانت مليئة بالتحديات، فبعد زواجها من محمد مختار الذي كان منتجا لمجموعة من أفلامها،
واجهت نادية عدة مشاكل أدت في النهاية إلى انفصالهما. الشائعات والخلافات كانت عقبات واجهتها في ذلك الزواج. علاقتها مع رانيا يوسف لم تكن أقل تعقيدا، حيث تصاعدت الخلافات بينهما بعد حادثة رفض نادية مصافحة رانيا خلال مهرجان الجونت. هذا الموقف أدى إلى هجوم كلامي قوي من رانيا تجاه نادية، مما عمق الجراح وأدخل العلاقات بينهما في منحنى مظلم. انتهت علاقة نادية الجندي بنور الشريف بشكل مأساوي بعد خلاف حول فيلم الباطنية، حيث استبدلته بممثل آخر، وهو القرار الذي أثر بشكل عميق على علاقتهما. تلك اللحظات كانت مليئة بالتوتر، حيث لم يخل الأمر من مشاعر الخذلان والصعوبة. خلافات نادية الجندي مع بعض الشخصيات في الوسط الفني مثل إلهام شاهين قد أثرت بعمق على سمعتها. هذه الخلافات كانت بمثابة مادة دسمة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقطبت الأضواء وجعلت الناس يتساءلون عن الأسباب وراء تلك التوترات. تاريخ ميلاد نادية الجندي أيضا شهد جدلا كبيرا، حيث تم طلب تصحيح المعلومات الموجودة على ويكيبيديا، مما أثار العديد من النقاشات حول حياتها الشخصية والمهنية. هذه المناقشات تبرز فضول الناس حول التفاصيل الدقيقة في حياة هذه النجمة الكبيرة. نادية بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، حيث خطت خطواتها الأولى على خشبة مسرح مدرسة الليسي، لتفوز بلقب ملكة جمال الإسكندرية. هذا الإنجاز ساعدها في فتح الأبواب لدخول عالم الفن، حيث بدأت رحلة طويلة ومثيرة. بداية نادية الجندي في عالم الفن كانت مليئة بالتحديات، وكان أول دور لها في فيلم جميلة عام 1958. هذه البداية كانت مؤثرة للغاية، حيث ساهمت في تشكيل هويتها الفنية وبناء مسيرتها التي استمرت لعقود. علاقتها بالفنان عماد حمدي كانت مثيرة للجدل، حيث تزوج رغم الفارق الكبير في العمر بينهما. هذا الزواج كان له تأثير واضح في حياتها المهنية والشخصية، حيث واجهت الكثير من التحديات بسبب هذا الاختيار. نادية الجندي تحدثت عن الشائعات المرتبطة بزواجها وانفصالها عن عماد حمدي، مشددة على أن تلك الشائعات ليست صحيحة، وأنها كانت دائما تدعم زوجها في مسيرته الفنية. وهذه الشهادات تضيف بعدا جديدا إلى قصة حياتها. تأثير وفاة شقيق الفنانة التوأم على حالتها النفسية كان عميقا، مما أدى إلى إصابتها بالاكتئاب لفترة طويلة. هذا الحدث شكل نقطة تحول كبيرة في حياتها، حيث أن الألم الذي عاشته أثر بشكل ملحوظ على مسيرتها الفنية. تم عرض مجموعة من الأفلام التي قدمتها نادية الجندي، والتي ناقشت قضايا قومية ومصيرية. هذه الأعمال تركت بصمة واضحة في السينما المصرية، حيث سلطت الضوء على قضايا فعلية تهم المجتمع. أخيرا، تم التطرق إلى التكريمات التي حصلت عليها نادية الجندي من مهرجانات سينمائية متعددة، مما يدل على تقدير المجتمع الفني لها ولأعمالها. هذه الجوائز لم تكن مجرد تكريمات، بل كانت بمثابة اعتراف بدورها الفعال في إثراء الثقافة والفن. تاريخ نادية الجندي الفني هو بمثابة لوحة غنية بالألوان، حيث يتجلى فيه الإنجازات العظيمة والتحديات العصيبة. لقد تركت هذه الفنانة بصمتها على السينما العربية، ومن المتوقع خلال هذه الحلقة أن نستعرض أبرز محطات حياتها الفنية التي شكلت مسيرتها المليئة بالنجاح. بينما نتعمق في الحديث، نستكشف أهمية النقد الفني، وكيف يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين، فقد يكون بناء يرفع من شأن الفنان، أو مدمرا يحبط طموحاته. هنا تبرز الجندية أهمية احترام الرموز الفنية، مع التأكيد على ضرورة تقديم النقد بطريقة راقية. وبينما نستكشف تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية، نتناول كيف غدت منصة للفنانين للتواصل مع جمهورهم، لكنها تحمل أيضا مخاطر جسيمة. تشير الجندية بوضوح إلى التحديات التي تواجه الفن في عصر التحولات التكنولوجية، وكيف يمكن أن تؤثر على ارتباط الجمهور بالعمل الفني. كل رحلة فنية تبدأ بخطوة، وبدورها بدأت الجندية حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث دخلت عالم السينما في 13 من عمرها. هذه البداية المبكرة لم تكن مجرد خطوة، بل كانت بمثابة حجر الزاوية لتشكيل شخصيتها الفنية التي تعكس شغفها بالفن. لكن الطريق لم يكن مفروشا بالورود، فقد واجهت الجندي انتقادات وهجمات على نجاحاتها. ومع ذلك،
حولت هذه التحديات إلى دافع يدفعها لجعل النجاح هو خيارها الوحيد. كان لديها إصرار قوي، تأكيداً على أنها قادرة على تحقيق أهدافها رغم كل الصعوبات. وعلى الرغم من عدم استكمالها لتعليمه الأكاديمي، إلا أن تركيز الجندي على الفن كان بمثابة درب النجاح بالنسبة لها. شغفها الكبير بالمجال الفني هو الذي أوصلها إلى القمة، حيث أصبحت مثالاً يحتذى به في عالم السينما. في خضم هذا النجاح، واجهت عواصف عائلية، حيث حاول إيماد إبعادها عن الفن. هذا الصراع أدى إلى خلافات بينها وبينه، لكنها أظهرت قوة الإرادة والتصميم، مؤمنة أن تحمل الصعوبات هو الطريق الصحيح من أجل ابنها. تتجلى أمامنا الصفات الإيجابية التي اكتسبتها من إيماد، مثل احترام الفن وزملاء العمل. هذه القيم، كما تقول، هي جزء من الجيل المحترم الذي عاصرته، ويتجلى تأثيرها في جميع أعمالها. تتحدث الجندية بشغف عن مسيرتها الإنتاجية، وكيف كانت تتطلع إلى إثبات وجودها كفنانة. كانت تأمل أن تحقق نجاحات أكبر من خلال إنتاج أفلامها الخاصة، ساعية لأن تعكس رؤيتها الفنية الفريدة في كل عمل تقدم عليه. لكن الصعوبات كانت تلاحقها، حيث استعرضت الجندية كيف عانت من إدمان شقيقها، والسعي المتكرر لمساعدته. هذه المعاناة، في نهاية المطاف، كانت لها عواقب وخيمة حيث فقدته، مما زاد من عمق تجربتها الفنية. تتناول الجندية تأثير الإدمان على المجتمع، وكيف يمكن أن يدمر حياة الشباب ويؤثر سلباً على مستقبل الوطن. تعبر عن قلقها العميق، وتؤكد أن هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والجهد من الجانبين الثقافي والاجتماعي. من خلال تجاربها الشخصية، استخدمت الجندية قصص الإدمان في أعمالها الفنية، حيث تسلط الضوء على المخاطر التي تكمن وراء هذه الظاهرة. ترى في هذه الأعمال واجباً تحذيرياً للمجتمع، مؤكدة على أهمية التوعية. ونستمر في النقاش، حيث يتم استعراض كيف يعيش المدمنون مراحل مختلفة من السقوط، وكيف تؤثر هذه المراحل على سلوكهم. تتضمن هذه العمليات تغييرات نفسية وجسدية عميقة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. تجربتها الشخصية مع المدمنين أضافت بعداً آخر لفهمها لحياتهم، فهي تدرك أهمية التواصل مع الأطباء والمختصين لفهم هذه الظاهرة بشكل أعمق، مما يعزز من رسالتها الفنية. تتحدث الجندي عن تأثير السينما في توعية المجتمع بمخاطر الإدمان، مشيرة إلى قصة نجاح فيلم المفقود، وكيف أثر هذا الفيلم في حياة المدمنين وأسرهم بشكل إيجابي، ليصبح مصدراً للوعي. لك، كما هو الحال في كل رحلة، تواجه الفنان أحداثاً تعكس صراعات النفس، حيث يؤثر النجاح في مجال الإنتاج والتمثيل على نفسية الفنان. عندما يواجه الفنان تحديات أقل من مستواه، قد يشعر بالإحباط، مما يجعله يتساءل عن مسيرته. ومع ذلك، فإن العلاقات بين الفنانين يمكن أن تستمر بعد الانفصال، فاحترام كل منهما للآخر وعدم التجريح يسهمان في الحفاظ على علاقة صداقة تظل قائمة بينهما حتى بعد مرور الزمن. يتطلب التعامل مع الضغوط والتحديات في الحياة الفنية قوة نفسية كبيرة. يدرك الفنانون الذين يتعرضون للانتقادات ضرورة التعلم كيفية تجاوزها بذكاء، للحفاظ على تركيزهم وإرادتهم. يعتبر الفنان أن العلاقات الاجتماعية تعد جزءاً مهماً من حياته، لكنه يفضل أن تكون ضمن حدود معينة. فهو يحترم أصدقائه، ولكنه لا يسعى لإقامة صداقات عميقة قد تؤثر على مسيرته. كما يشدد الجندي على أهمية دعم الجيل الجديد من الفنانين. يعبر عن حبه وتشجيعه لهم، مشيراً إلى نماذج بارزة مثل هند صبري التي تجسد هذه الروح الإبداعية التي تسعى إلى التميز. ومع الحديث عن تجربته، لا بد من التأكيد على تأثير نجاح الفنانة نادية الجندي عليه، فهي رمز في السينما المصرية. يسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها، ويعبر عن إعجابه بطرق التعبير التي استخدمتها. تصف الجندية كيف أن العمل السينمائي يتطلب جهداً شاقاً من الفنانين، حيث يبدأ المخرج عمله في الساعات الأولى من الصباح. هذا الضغط والإجهاد يؤثر بشكل كبير على الأداء الفني وعلى الإبداع الذي يقدم. تتناول التحديات التي تواجهها الجندي أثناء العمل مع مخرجين قد لا يتمتعون بالسيطرة الكاملة على أدواتهم. تنتج عن ذلك مشاكل في تنفيذ المشاهد، مما يؤثر سلباً على جودة العمل النهائي. في ختام النقاش، نعود إلى أهمية العمل الجماعي في الفن،
حيث تبرز تلك الحقيقة أن النجاح لا يمكن تحقيقه بمفردها، فالتعاون بين الفنانين والفرق المختلفة هو العنصر الأساسي الذي يدفع نحو التألق. تحدثت نادية عن دورها في فيلم الرغبة، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة بشكل جماعي. يعتبر هذا الفيلم قمة أعمالها الفنية، محققة لتطلعاتها الفنية والإنسانية. وفي الوقت نفسه، تناولت الجندية قضية تراجع مستوى الأفلام الحالية مقارنة بأفلامها السابقة. تعكس هذه الأفلام الجديدة قلة الجودة، مما يجعل الجمهور يتوق إلى العودة لأعمالها المتميزة. تشير إلى أهمية تقديم مشاهد الحب بشكل أنيق وبعيد عن الابتذال. إن رؤيتها للسينما تركز على ضرورة تعبيرها عن الحياة بشكل متوازن، دون أن تفقد لمستها الخاصة. كما تشير الجندية إلى أهمية التعبير عن النفس وعدم السكوت على الإساءة، فهي تعتقد أن هناك حدوداً يجب عدم تجاوزها، إذ يجب أن نكون دائماً في صف الحق. تتحدث المتحدثة بإصرار عن كيفية تعزيز الثقة بالنفس رغم محاولات الكراهية، حيث تعتبر أن الأعداء يعززون من إصرارها على النجاح، مما يجعلها أقوى. نتناول الآن تجاربها مع الأعمال الفنية، حيث تصف التحديات التي واجهتها، وتروي قصة حول فيلم منع عرضه بسبب مشاكل قانونية، مما يسلط الضوء على التعقيدات الموجودة في عالم السينما. وعندما يتعلق الأمر بالتاريخ، تؤكد الجندية على أهمية تقديم الشخصيات التاريخية بشكل صحيح دون تشويه، مثل الملكة نازلي. تشير إلى أنها لم تسعى لتبييض صورتها، بل أرادت أن تعكس الحقيقة كما هي. تشير الجندية إلى صراع حدث بينها وبين عادل إمام خلال تصوير المسلسل، وكيف اعتذر لها في نهاية المطاف. هذه الحادثة تعكس التوترات التي قد تظهر في الوسط الفني وما يصاحبها من مشاعر. تتحدث عن دورها في السينما المصرية، حيث كانت نجمة جماهيرية سطعت بين زملائها. هذه الشهادات التي ترد من أقرانها تبرز تميزها وإخلاصها في العمل، مما يجعلها رمزاً يستحق الاحترام. وأخيراً، تناقش الفنانة الاتهامات التي طالتها بأنها تدعم الشيوعية، مبينة أن هذا جاء أثناء فترة عملها على فيلم مع المخرج أشرف فهمي، مما يعكس بعض التعقيدات السياسية في الوسط الفني. تتطرق الجندي إلى أسباب رفضها ترشيح أحمد زكي، مشيرة إلى أنها تفضل الممثلين ذوي المظهر الجيد، والذين يتناسبون مع رؤيتها الفنية. إن هذا الاختيار يعكس فلسفتها الفنية. وختاماً، تعبر الجندية عن طموحها الفني اللامحدود، حيث قامت بتجسيد جميع الأدوار التي ترغب بها، مما يعكس شغفها العميق بالفن والتمثيل، وتبقى رمزاً يحتذى به.